لو عندك سنة أو أكتر مفقودة من أسنانك وبتدور على حل نهائي، فزراعة الأسنان هي الحل المناسب ليك اللي هيرجع لك ثقتك بنفسك. تابعنا في الفيديو ده. أهلا بيكم، أنا دكتور إيهاب، دكتور أسنان معاكم النهاردة في فيديو جديد ومهم بيتكلم عن الزراعة هو أفضل حل لتعويض الأسنان المفقودة. هنوضح مع بعض النهاردة أهمية الزراعة وإزاي بتحل معانا مشاكل كتير زي الأكل والكلام وكمان المظهر العام. المشكلة إنه كتير مننا بيفقد أسنان لأسباب مختلفة زي حوادث أو تسوس كبير أو أمراض اللثة كمان، وده ممكن يسبب مشاكل كتير زي مشاكل في المضغ ومشاكل في الكلام، وكمان ممكن يقلل ثقة الشخص بنفسه. طيب ايه الحل يا دكتور؟ الحل هو زراعة الأسنان. الزراعة بتكون عبارة عن ايه؟ الزراعة عبارة عن تركيب جدر من التيتانيوم بيكون موجود في عظم الفك لفترة معينة، بعد كده بنركب عليه التركيبة اللي هناكل عليها فيما بعد. الزراعة بتتميز انها ثابتة ومصممة انها تعيش فترة طويلة جدا، وده كمان بيساعدنا ان احنا نحافظ على باقي الأسنان اللي حوالين الزرعة من غير أي مشاكل وبدون أي تأثير عليها. الزراعة بتحافظ على المظهر العام وبتحافظ على عظم الفك انه يحصل له اي ضمور، وكمان بتديك ثقة اكتر في ابتسامتك. طيب ازاي بنعمل الزراعة يا دكتور؟ او ايه هي مراحل الزراعة؟ هنتكلم في الموضوع ده على 6 مراحل. اول حاجة بنعمل كشف شامل وتخطيط للحالة، وفي المرحلة دي بنعمل فحص شامل ودقيق للأسنان والأنسجة الحية المحيطة بالسنة وبمكان الزرع نفسه، وكمان بنطلب إشعة بانوراما وإشعة ثلاثية الأبعاد زي الإشعة المقطعية عشان نحدد وضع وأبعاد الفك ونتأكد إنه هيقدر يسند الزرعة. المرحلة الثانية ودي اللي فيها بيتم تحضير الموقع الجراحي للزراعة. في المرحلة دي بنحضر فيها مكان الزرعة في الفك، وده بيشمل تنظيف مكان الزرعة عشان نضمن إنه مفيش أي التهابات هتحصل في مكان الزرعة مستقبليا، وكمان ما نسيبش أي فرصة تأثر على نجاح الزرعة. المرحلة الثالثة وهي دي عبارة عن المرحلة الأساسية في الزراعة عندنا، وهي زراعة الجدر نفسه، ودي بنزرع فيها جدر صناعي في عظام الفك، وده بيكون مصنوع من مادة التيتانيوم. مادة التيتانيوم بتتفاعل بشكل ممتاز مع الجسم وبتلتحم مع العظم بشكل طبيعي، وده بيضمن لنا ثبات واستقرار الزرعة في العظم. المرحلة الرابعة ودي المرحلة اللي بيكون فيها فترة التعافي أو الفترة اللي بتمسك فيها الزرعة في العظم. بعد عملية الزراعة بتيجي فترة الراحة أو فترة التعافي، ودي اللي بيحصل فيها التحام للجدر الصناعي مع العظم بتاع الفك. طيب الفترة دي بتاخد وقت قد ايه؟ الفترة دي بتتراوح ما بين 3 ل 6 شهور على حسب الحالة وحالة العظم، وفي الفترة دي بنكون معاك أول بأول عشان نضمن إن كل حاجة ماشية تمام. نيجي بقى للمرحلة الخامسة ودي مرحلة تركيب الدعامة. بعد ما الزرعة بتمسك كويس في العظم بتيجي مرحلة الدعامة اللي هتربط ما بين الجدر الصناعي ما بين التاج اللي هيركب بعدين، واخيرا بنركب التاج النهائي اللي بيكون مصمم خصيصا ليك، وده بيكون مطابق للون وحجم اسنانك الطبيعيه الموجوده في الفك، وكمان بيديك مظهر طبيعي وجميل. طيب هل في انواع للزراعه يا دكتور؟ في نوعين من الزراعه. النوع الاول هو الزراعه الفوريه. الزراعه الفوريه دي بتتم ازاي؟ الزراعه الفوريه بتتم ان احنا بنشيل الجدر اللي مش مظبوط ونحط مكانه الزرعه، والعمليه دي بتكون في نفس الوقت، وده بيكون افضل لعظام الفك والأنسجة المحيطة بالزرعة. النوع الثاني هو النوع اللي بيتم فيه الزراعة بعد فقدان السنة بفترة. سواء النوع الأول أو النوع الثاني احنا بنمشي فيه بنفس الخطوات اللي احنا قلناها من شوية. في النهاية لو بتعاني من فقدان الأسنان وبتدور على حل فعال وسريع وكمان طويل المدى، فزراعة الأسنان هي الخيار الأمثل ليك. لو عندك استفسار أو عايز تعرف أكتر عن الزراعة ممكن تكلمنا، ما تترددوش، معانا هترجع تبتسم بكل ثقة.